بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده الفيديو عباره عن يوم العروسه، سلسله العروسه، سموه زي ما انتوا حابين تسموه. المهم يعني ان احنا النهارده 8 يوتيوبر عاملين تعاون مع بعض عن كل حاجه تخص العروسه، من مكياجها يوم فرحها، من المكياج اللي المفروض تشتريه، من عنايتها ببشرتها، من عنايتها بجسمها، من الاخطاء اللي المفروض ما تقعش فيها. ان انا يعني عديت ليفل الوحش في موضوع ازاله الشعر ده، فقالوا ان هم يرموه عليا، خلاص مش هيلاقوا حد تشحور قدي في موضوع ازاله الشعر ده. المهم يعني مين هم اليوتيوبر اللي جايين معايا النهارده؟ هم رندا ويسرا وآية وسارة ونونا وفريدة وإسراء. دول اليوتيوبر اللي معايا النهارده. بعد ما تتفرجوا على الفيديو بتاعي روحوا اتفرجوا على الفيديو بتاعهم واعملوا لهم لايك وشير وسبسكرايب وقولوا لهم ان انتوا جايين من عندي، ودي اهم حاجه. تمام؟ عشان ما اطولش المقدمه اكتر من كده، يلا بينا عشان نبتدي. اول حاجه خالص، بغض النظر عن الطريقه اللي انا هتكلم عنها هي ايه، انا هتكلم عن كل الطرق، بس في قاعده اساسيه لازم تعمليها في كل الطرق اللي انا هتكلم عنها دي، وهي الترطيب ثم الترطيب ثم الترطيب. بتيجي قبل ازاله الشعر بيومين، يومين اتنين، تمام، او ممكن 3 ايام على حسب طبيعه جفاف جسمك. بتجيبي كريم مرطب يكون قوي، بس اهم حاجه ما يكونش بيسيب طبقه سميكه على الجلد، لان هو معنى ان هو بيسيب طبقه سميكه على الجلد وانت هتفضلي مرطبه بشرتك 24 ساعه، ممكن تكون بشرتك معرضه للحبوب. فانتي بتعملي ايه؟ بتدهني كميه صغيره قوي قوي من الكريم. ما عندكيش كريم ممكن تدهني زيت زيتون بس كميه صغيره. تيجي بعد 3 ساعات، بعد 4 ساعات، اول ما تحسي ان جلدك جف، بتقومي راجعه مكرره الخطوه دي تاني. جيبي المكونات اللي انا هوريها لكم دلوقتي في الفيديو ده، وهي عباره عن سكر وعسل وقهوه، واهم حاجه السكر يكون حبيباته تخينه، بلاش السكر الحبيبات الرفيعه، ونقطه ليمون لو جسمك مش حساس. لو جسمك حساس امنعي موضوع الليمون ده خالص. السكراب ده بيفتح الجسم، بيوحد لون الجسم، وفي نفس الوقت كمان بيشيل الجلد الميت وبيشيل الشعر اللي تحت الجلد. معظمنا بيطلع له شعر تحت الجلد بعد وسيله ازاله الشعر واحنا مش عارفين ايه السبب او ايه المشكله اللي حصلنا بالظبط. المشكله اللي حصلنا هي جفاف الجلد، فبيبتدي ان هو يعمل زي طبقات كده والشعر بيطلع تحتيها، فالشعريه ما بتعرفش من جفاف الجلد تبتدي ان هي تطلع، فبعديها بتفضل تطلع تحت الجلد وبتتكور كده وبتعمل جلده، وبعديها ممكن كمان تلتهب وتعمل نقطه حمراء. اوعي 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 ان انت تيجي عندك حاجه شبه كده تطلعيها بضفرك. لو عملتي كده وجيتي ان انت تطلعيها بضفرك هتخلي جسمك يلتهب. اعملي الكلام ده بالسكراب. بتعملي السكراب عكس اتجاه الشعر مش مع اتجاه الشعر، يعني شكل دائري او بمنظر كده كانك بتدعكي بحركات دائريه، وتحاولي ان انت تقلي ايدك شويه بس مش لدرجه ان انت تعوري نفسك. فاهمين انا قصدي ايه؟ فبتعملي السكراب وبتغسلي جسمك خلاص من كل حاجه. بتقومي جايه وانت في الحمام بعد ما تاخدي شاور سخن يكون فتره طويله شويه، بتجيبي بقى اي شاور جل اي حاجه يعني، وتبتدي ان انت تدعكي جسمك بالليفه او بالفرشه بتاعه الجسم، ايا كانت الطريقه اللي انت بتعمليها ايه. اوعي تعملي ازاله شعر بعد الروتين اللي انا قلته لك. ليه؟ لان بعد السكراب الجسم بيكون متهيج واحمر وممكن اي حاجه تبتدي ان هي تاثر فيه. لا طبعا ما تعمليش ازاله شعر بعديها. تقعدي خلاص يوم او يومين على حسب ما جسمك يبتدي يهدى، او على حسب ما يبقى خلاص رجع لطبيعته. دي كل القواعد الاساسيه اللي انت المفروض تكوني عارفاها وتعمليها. ندخل بقى على الطرق اللي انت هتعملي بيها، واول حاجه خالص هي السويت، بما ان هي بالنسبه لي المحببه لقلبي. السويت ايه الطريقه اللي انت تعمليها بيها؟ احسن نوع سويت اسمه الحرير، هحط لكم صورته دلوقتي. ده احسن نوع سويت تقدري ان انت تستخدميه، سهل في الفرد وفي نفس الوقت كمان ان هو تحسي ان هو مش صعب قوي في شيل الشعر. بتستخدمي السويت ازاي؟ بتستخدمي السويت عكس اتجاه الشعر. يعني مثلا انا دراعي شعري بيطلع فيه كده الناحيه دي، يعني الشعر نفسه اتجاهه بيطلع كده اهو كده بالطريقه دي، فانا مش هفرد السويت بالطريقه دي، لا هفرد السويت عكس اتجاه الشعر، وبقوم جايه بصوا صوابعي بقوم ضمها عامله كده في السويته نفسها، وبقوم شايلاها وبصبعي ده بقوم شاده بالطريقه دي. بيتهيألي ان استاذنا رامز جلال وصف الاحساس بالظبط. يعني وانتي بتعملي بيبقى ده احساسك، صوتك بيوصل للجو تقريبا. المهم ما علينا، دي طريقه السويت. بتعملي السويت اي طريقه من الطرق اللي انا هكلمكم عنها. ما تعمليش في المكان كذا مره، يعني من الطبيعي ان انت لما بتيجي تشيليها بيفضل شعرايه 2 3 كده، يعني ما ترجعيش تحطي السويت في نفس المكان تاني، لا
ارجعي اعملي هنا، وبعد كده ارجعي اعملي ايدك هنا مثلا هنا، وبعد كده قومي راجعه تاني للمكان اللي انت كنتي بتعملي فيه. ليه؟ عشان نتجنب اي نوع من انواع الالتهاب او اي نوع من انواع ان انت يحصل لك حبوب او تتعوري او اي حاجه من الحاجات دي. سيبي المنطقه تهدى تماما خالص وبعد كده ارجعي لها تاني. السويت ايه فوائده من وجهه نظري او من وجهه نظر ناس كتير حواليا؟ السويت مع الوقت بيبتدي ان هو يقلل الشعر. السويت بيطلع بعد فتره طويله، يعني ممكن تقعد معاكي 20 يوم او 25 يوم عشان ترجعي تعمليها تاني. ده في حاله يعني ان انت شخصيه شعرك بيطلع بطريقه متوسطه. بس انا شايفاه ان هو من انظف الطرق اللي موجوده في ازاله الشعر. ولو جبتيلي 6000 عقل على عقلي مش مقتنعه ان العروسه ينفع تعمل اي حاجه غير السويت قبل فرحها. السويت بقى ايه عيوبه؟ عيوبه ان هو صعب قوي قوي في ان هو موجع جدا، وفي ناس ما بتقدرش ان هي تستحمله، وفي ناس بتبتدي ان هي تتعور. بس طريقه السويت لازم تبقي شاده جلدك كويس قوي انت بتعملي، يعني ما تسيبيش ايدك كده عامله كده مثلا وتبتدي تعملي، لا لازم تبقي شاده ايدك بالطريقه دي وتبتدي ان انت تعملي، والا هتبتدي تلاقي زي تشيل اول طبقه من الجلد، وطبعا دي حاجه مش حلوه خالص. تمام، ده بالنسبه للسويت وده بالنسبه لعيوبه. بعد كده لتاني طريقه وهي الشمع. احسن شمع او احسن حاجه موجوده دلوقتي في السوق هي شرايح فيت. بصراحه بالنسبه لي دي اسرع بكتير من السويت. لو رايحه مكان مثلا مسافره ومش هقدر ان انا اجيب سويت معايا او اعمل حاجه يعني من الحاجات دي، بجيب معايا الشمع او بجيب معايا الشرايح الشمع دي. بتكون بصراحه منقذه جدا جدا وبتبقى حلوه قوي، وبتشيل الشعر من الجذور وبتسيبي الشعر ناعم، وفي نفس الوقت برضو بتطلع الشعر ناعم. ومشكله شرايح الفيت دي ان هي لما بتيجي بعد ما بتشيلي بيها في مناديل كده لازاله الشمع، هما بيبقوا جايين مناديل او عدد مناديل قليله. تعملي ايه؟ تجيبي اي بيبي اويل او زيت لوز حلو يا ستي وتمسحي بيه جسمك، هيضيع خالص اثار الشمع. تمام. نيجي للسلكبيل. السلكبيل في منها انواع، ده اول اصدار تقريبا خالص نزل عند ماما من زمان جدا وما رجعناش اشتريناه تاني. السلكبيل في منها نوعين، في منها نوع امواس وفي منها نوع ملاقيط. اللي عندنا ديت اللي هي فيها درجتين، درجه اللي هي بتشيل او سريعه قوي قوي وبتشيل الشعر الصغير جدا. طريقه استعمال السلكبيل هي ايه؟ طريقه استعمال السلكبيل ان انت ما بتمشيهاش على جلدك، يعني ما تجيش كده على جلدك وتقومي ممشياها وتخليها تحك في جلدك مباشره هي والجلد مع بعض، لا. طريقه السلكبيل ان انت بتمشيها، بصوا على حسب، بصوا كده يعني بتمشي كده، ما تخليهاش تلمس جلدك. ليه ما تخليهاش تلمس جلدك؟ لان وانت بتعملي اي وسيله ازاله شعر بتبتدي مع شد الشعر يحصل لك زي اشعره في الجسم، او يبتدي زي جسمك زي حبحب كده، حبوب رفيعه زي جسمك مقشعر عادي. فبتبتدي الملاقيط دي تحك في الجلد، فوهي بتشيل ممكن تكحت الحبوب الرفيعه اللي من فوق الجلد، فكده ممكن جلدك كله يتبدر حبوب. فدي حاجه خدي بالك قوي 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 منها وانت بتستخدمي السلكبيل. فتستخدمي السلكبيل من بعيد، ويفضل ان انت شعرك ما يكونش طويل مع السلكبيل بس برضو ما يكونش نمانم يعني، بس يكون متوسط. يعني الاحسن ان انت لو هتستخدميها المكان فيه شعر كبير تقصي الشعر الاول وبعد كده تستخدميها. من مميزاتها ان هي سريعه وسهله وبتشيل الشعر الصغير قوي اللي في الجلد، كل دي مميزات فيها. عيوب السلكبيل بالنسبه لي لانها ملاقيط. جربي كده تعملي شنبك بالملاقيط، شوفي هيبقى عامل ازاي. هيبقى زي كاني الشعر فيه زي عامل كده 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 كده. وعشان شعر الجسم شعر يعتبر تخين او سميك، بتبتدي ان هي تطلع الشعر واقف او مطلع كده، مش زي السويت بتطلع الشعر نايم. بس في ناس مرتاحه عليها. انا في واحده من اصحابي بتستخدمها هي بس كوسيله ازاله شعر لجسمها كله، فانتي تقدري تستخدميها. انا بالنسبه لي جسمي حساس وما استحملتهاش او حسيت ان هي عملت لي مشاكل كتير، يعني كان مشاكلها اكتر من مميزاتها. برضو لازم 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 مع السلكبيل بعديها ان انتي ترطبي جلدك كويس قوي، لان انا ابتديت بعد ما استخدمتها حسيت ان انا طلع لي حاجه شبه جلد الوزه او شعر تحت الجلد، وكانت هي بسببها. انا مش هضحك عليكم، معظم الطرق بتاعت ازاله الشعر بتطلع شعر تحت الجلد، وحتى السويت بتطلع شعر تحت الجلد، بس انا حسيت ان دي اكتر حاجه طلعت لي شعر تحت الجلد. فتعملي ايه بعديها؟ لازم ترطبي كويس قوي وما تعرضيش جلدك لليمون ولا لاي حاجه من الخرافات اللي الناس بتقول عليها، لان الجلد بيكون ملتهب جدا، فخدوا بالكم. نيجي للوسيله اللي بعد كده وهي الشيفنج. الشيفنج انا في نوعين من انواع المواسي اللي موجوده، هي الماكينات بتاعه جيلات دي، وفي بتاعه فينوس اللي هي بيبقى فيها شفرتين مع بعض وشمع فوق وشمع تحت. مش طالعه اقول تجربتي الشخصيه لاني مش من الطبيعي ان انا اقولك ان الشيفنج قرف، ده من وجهه نظري، بس في ناس بترتاح عليه وفي ناس بتنصح فيه وفي ناس بتحبه، فانا بحترم كل الناس تقريبا. بس عشان تعملي شيفنج صح المفروض ان انت تعملي ايه؟ بتجيبي زيت لوز حلو، بتجيبي لوشن
لوشن، بتجيبي اي حاجه تكون مرطبه الجلد كويس بحيث ان جلدك يبقى متزحلق. ما تعمليش على جلدك وهو ناشف على طول عشان تمنعي احتكاك المكنه نفسها بجلدك، عشان الاحتكاك ده هو اللي بيعمل الحبوب وهو اللي بيعمل بعد كده تهيج الجلد. بتجيبي اي حاجه تكون مزيته جدا وبتبتدي ان انت تعملي بالمكنه كده مع اتجاه الشعر مش عكس اتجاه الشعر، وبتسيبي المكان. مش من الطبيعي برضو ان المكنه هتشيلك اول مره كله، لا، انت بتعملي بس تعملي حته صغيره يعني وتقومي سايباها وترجعي تعملي الحته الصغيره تاني وترجعي تعملي، وبعد ما تخلصي ايدك تقومي راجعه بالمكنه مره تانية عليها، ولو لقيتي ان الزيت خف ترجعي تقلي الزيت تاني. ليه الطريقه دي؟ عشان نمنع ان جلدك يتهيج او نمنع ان هو يطلع فيه حبوب او كل الحاجات دي. بعد الشيفنج، ودي اهم 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 حاجه، ان انت لازم تبقي مرطبه جلدك كويس جدا جدا جدا. كل الطرق اللي انا اتكلمت عليها دي ممكن في ناس تقعد من 20 يوم لحد شهر ما تعملش ازاله شعر، بس الشيفنج بيتعمل كل 3 ايام، وفي ناس بتعمله كل يوم الصبح وهي نازله في الحمام كده وهي بتستحمى. بس انا ما بفضلش ان انت تعمليه بعد الحمى على طول، لان جلدك بيكون زي ضعيف قوي او في اضعف حالاته، مسامك بتكون مفتوحه فهتبقي معرضه اكتر ان يبتدي يطلع لك حبوب او يحصل لك اي حاجه يعني من الحاجات دي. طريقه استخدام الشيفنج هي ايه؟ ان انت تعملي جسمك كله الاول، وبعد كده تبتدي ان انت تعملي منطقه الاندر ارم، بعد كده تبتدي تعملي منطقه البيكيني. ما تعمليش المنطقتين دول الاول، ده صحيا يعني ليكي، تمام؟ ده بالنسبه لازاله الشعر بالشيفنج. نيجي بقى لاخر حاجه خالص وهي الليزر. الليزر من الحاجات اللي بجد بجد يعني اللي اخترعها انا عايزه اشكره وابوسه. احسن طريقه ازاله شعر انا شفتها لحد دلوقتي هي الليزر. مميزات الليزر ان انت بعد كده بتفضلي بالشهرين وبالثلاث شهور ما بتعمليش جلسه اصلا، بيفضل جسمك ناعم، بيفضل جسمك حلو. بيبتدي ان الشعر لما يجي يطلع، لما يفكر يعني ان هو يطلع، بيطلع ارفع بكتير واخف بكتير. ده غير كمان ان المنطقه بعد كده بتفتحي معاكي مع الوقت مع النظافه الشخصيه، ومع ان انت تبقي عامله روتين لنفسك. يعني ما تنتظريش ان انت بعد الليزر تهملي ويبقى فيه تفتيح، بالعكس ده ممكن يغمق معاكي. وكمان من مميزات الليزر ان هي بتسيبي الجلد ناعم ولا ممكن يطلع لك مسام. يعني اي مكان بتشيلي منه الجلد بتشيلي منه الجلد بتشيلي منه الشعر بيكون فيه مسام. ما عدا الليزر بجد كاني مسامك بترجع زي البيبي بالظبط، ما بيبقاش عندك مسام خالص اطلاقا. فدي بجد من اكتر الحاجات اللي عجبتني في الليزر. ايه الحاجات اللي انت تعمليها قبل الليزر؟ الليزر المفروض ان هو بيتعمل قبل الفرح بسنه، ده ان ما كانش اكتر كمان. لو انت من نوع الناس اللي شعرك بيبتدي يطلع ببطء يبقى تعمليه قبل الفرح زي بسنه ونص كده. إيه كمان انت لازم تبقي رايحه حاطه كريم مخدر اسمه برودوكاين، انا هحط لكم صورته دلوقتي. لازم تبقي حاطاه وحاطه كيس قبل ما تروحي عشان ده كريم مخدر. وكمان بعد الجلسه لازم تحطي كريمين، كريم اسمه فيوسي كورد وكريم اسمه ميبو، منعا للحروق او منعا لاي حاجه، تمام؟ ده بالنسبه للليزر. نيجي بعد كده الليزر. ايه الحاجات اللي ما ينفعش ان انت تعمليها بعديه؟ ما ينفعش تستحمي حمام سخن، ما ينفعش تطلعي في الشمس لحد بعدها بيومين، ما ينفعش ان انت ما تبقيش مهتمه بنظافتك الشخصيه، لان دي اهم اهم حاجه مع الليزر، لان ممكن تغمقي بعد كده. كمان من عيوب الليزر ان هو بيوقع سيكه بسيطه. ده غير ان انت ما ينفعش تعمليه لو انت فاضل على فرحك شهرين او 3 شهور، لان تقريبا انت حرفيا بتفضلي بعد الجلسه، في ناس بتقعد لحد 20 يوم عشان الشعر يقع، وقبل الجلسه يمكن ب 20 يوم تانيين عشان الشعر يبقى طالع كله مع بعضه عشان تروحي تعمليه. بعد الجلسه لازم تبقي فاهمه ان الليزر بيبتدي ان هو زي يحرق الشعرايه كده بعد الجلسه على طول، فشعرك بيبقى زي متجعد كده او ناشف. انا بتكلم على منطقه البيكيني بالذات، لان معظم المناطق العاديه بيبتدي ان الشعر يقع منها، عشان كمان منطقه البيكيني تعتبر اتخن شعر، فهي اكتر منطقه بيحصل فيها كده. بس هي بصراحه بعد كده بتنهي المشكله دي تماما. دي من الحاجات او من مميزات الليزر. من عيوب الليزر بقى ان هو محتاج فتره طويله زي ما قلت، ما ينفعش للمتجوزين، لازم تبدايه قبلها بفتره، ومكلف شويه. انت كل جلسه مثلا بتروحي تعمليها كل شهر ونص، وفي ناس كل شهرين لما بتتاخري. دي كل الطرق اللي انا جربتها واللي اقدر اقول لكم عليها. النصايح بقى اللي المفروض ان انت تعمليها قبل الفرح. المفروض ان قبل الفرح لو انت من الناس اللي بتعمل شيفنج، وقفي شيفنج تماما تماما قبل الفرح بشهرين او بثلاث شهور. لازم تخلي الشعر كله يطلع مع بعضه وتعملي سويت كده، تسيبي بقى شعرك يطلع طبيعي عشان تتجنبي اي خشونه في الشعر او اي شكل في الشعر مش عاجبك. دي اول حاجه. تاني حاجه لازم تقعدي قبل الفرح على الاقل خالص بشهرين او بثلاث شهور على حسب نمو الشعر عندك. يعني انا لازم اقعد 3 شهور عشان شعري كله يطلع طول واحد وكله يطلع مع بعضه. لو انت من نوع الناس اللي مشعره يبقى قبلها بشهر كويس قوي، بس سيبي شعرك كله يطلع مع بعضه.
بعد ازاله الشعر على طول بايا كانت الطريقه هي ايه، تاخدي حمام فاتر ميه فاتره، ويفضل ان هي تكون ميه ساقعه، وتسيبي جلدك خالص خالص لحد ما يرتاح من الحمار، حتى ما تمشيش عليه اي حاجه. يفضل ان انت تمشي عليه تلج. وبعديها بعد ما جسمك يبتدي يهدى خالص، تحطي بقى الكريمات المرطبه بتاعتك. وبلاش الكريمات اللي فيها روايح، اللي هي فيها روايح دي، الكريمات دي بتعمل زي حساسيه في الجلد، فحاجه دي تاخدي بالك منها قوي. تعملي قبل الفرح بالسويت، سويت يا بني ادمين، مش اي طريقه تانية، عشان جسمك يبقى ناعم، وتتجنبي طلوع الحبوب، وتتجنبي ان انت كل 3 ايام تبتدي ان انت تعملي شيفنج، لان الشيفنج بعد يوم بالظبط بيطلع زي بذور. مش اي طريقه، انا بتكلم عن جسمي، ممكن يكون جسمك مش زي جسمي، بس اهم حاجه ان انت قبل فرحك بفتره كافيه تجربي معظم الطرق دي عشان تشوفي انت هترتاحي على ايه. لان الناس عماله تغني عن الشيفنج وقد ايه ان هو جميل، وانا شايفاه ان هو اعفن وسيله موجوده لازاله الشعر. انا اسفه يا جماعه بس انا شايفاه قرف. انت ممكن ترتاحي عليه، انا مرتاحش عليه، فشوفي انت جسمك بيرتاح لايه اكتر. بس نصيحه مني ليكي، قبل الفرح بيومين او ب3 ايام تعملي جسمك كله بالسويت، وتبتدي ان انت ترطبي جلدك كويس قوي، وسيبك من الخزعبلات اللي بيتكلموا عنها وبيقولك ادهني جسمك بليمون ومعرفش ايه. انتوا عارفين، انتوا متخيلين ان حد يبقى متعور ويحط على جسمه ليمون؟ انتوا متخيلين الموضوع ده؟ بجد انا مش عارفه انتوا بتعملوا كده في نفسكم ازاي. بس كده يا بنات، هي دي كانت كل الطرق اللي انا جربتها في موضوع ازاله الشعر، ودي تجربتي الشخصيه. اتمنى ان هي تنفعكم زي ما نفعتني، واتمنى ان انا ما كنتش رغيت كتير. معلش الفيديو طويل، بس انا اسفه على الاطاله. بس كده يا بنات، لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وما تنسوش تروحوا للبنات وتعملوا لهم لايك وشير وسبسكرايب